22 من إبريل 2026، اليوم 54 من الحرب على إيران. إيران بتعلن احتجاز سفينتين في مضيق هرمز، أحدهما مرتبط بإسرائيل. وهيئة البحرية البريطانية تعلن أن 3 سفن تعرضوا لإطلاق نار. وعضو بلجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: لن نتفاوض وسنجعل أمريكا تفكر لعشرات السنوات قبل تكرار تلك الخطوة. هل تنوي طهران جعل ترامب عبرة لأي رئيس أمريكي يفكر في الدخول في الحرب مع إيران؟ ده سؤال مهم. هل تصبح تلك الحرب في ذاكرة الشعب الأمريكي مثل فيتنام؟ هل تريد إيران أن تجعل الأمريكان يقولوا اوعى يحصل لك زي ترامب؟ إسرائيل تسأل ترامب: هل هذه هي الهدية في عيد الكيان؟ ما حدث إذلال. موظف سابق في الاستخبارات الأمريكية، قائد الجيش الأمريكي، رفض إعطاء ترامب الشفرات النووية. ترامب كان وصل لأعلى مرحلة من الجنون، قصة خطيرة، تسريب خطير منسوب لرئيس هيئة ضمان الأسلحة النووية في أمريكا، أوقعت به صحفية أمريكية، والتسريب قالب أمريكا حرفيا. والCNN: نصف صواريخ أمريكا نفذت بسبب إيران. وفرجينيا تهدد خسارة الرئيس الأمريكي للانتخابات في مجلس النواب. أهالي فرجينيا بيوافقوا على قانون تقسيم الدوائر، التقسيم اللي ممكن يخلي للديمقراطيين 10 نواب مقابل 1 جمهوري، بدل من التقسيم السابق 6 ديمقراطيين و5 جمهوريين. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون حدود سوريا تحت حماية الجيش الإسرائيلي. وأخيرا، ترامب لحفظ ماء الوجه: أشكر إيران كل الشكر إنها لم تعدم ال8 سيدات اليوم، وأصلا ما كانش في حديث عن ال8 سيدات. أهلا بيكم في مع معتز.